السلام عليكم. في هذا الفيديو آخر تطورات الغواصة المفقودة تيتان، وأول صور لحطام الغواصة المفقودة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة يقال بأنها لحطام الغواصة تيتان بجانب حطام سفينة التيتانيك. وفقا لخفر السواحل الأمريكي، تم العثور على إطار الهبوط والغطاء الخلفي للغواصة، وبعدها تم العثور على الحطام بشكل كامل. آخر لحظات الضحايا قبل انطلاق الغواصة. نشرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية مقطع فيديو يظهر فيه ركاب الغواصة تيتان في آخر ظهور لهم وهم داخل الغواصة، وذلك قبل غوصها داخل أعماق المحيط بلحظات. ويظهر في مقطع الفيديو ركاب الغواصة وهم يأخذون أماكنهم داخل الغواصة، بينما يقوم راكب آخر بتوديع الغواص المرافق لهم من وراء النافذة الزجاجية. كانت تبدو على وجوه الركاب الفرح والسرور قبل الغوص في الأعماق وملاقاة المصير المحتوم. وفي نفس السياق، الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما ينتقد التغطية الإعلامية المكثفة والاهتمام العالمي الكبير الذي حصلت عليه الغواصة المنكوبة تيتان، مقارنة بالتجاهل الذي خيم على قارب المهاجرين الغارق وعلى متنه قرابة 700 إنسان مهاجر. But the fact that that's gotten so much more attention than 700 people. That's an untenable situation. ما هو شعور ركاب الغواصة لحظة الانفجار والموت؟ متخصصة أمريكية صرحت بأن ضحايا الغواصة تيتان لم يشعروا أنهم على وشك الموت من سرعة الانفجار، وكان موتهم سريعا ورحيما. قالت الأكاديمية بجامعة فلوريدا الدولية إيلين مارتي أن انفجار الغواصة تيتان كان سريعا بشكل لا يصدق، حتى أن الضحايا لم يدركوا أنهم على وشك الموت. وأوضحت مارتي في تصريحات لCNN الأمريكية أنه عندما يحدث انفجار داخلي من هذا القبيل فإنه يحدث في جزء من الألف من الثانية، ويستغرق الأمر بالنسبة للعقل البشري مدة تبلغ نحو 0.25 حتى يدرك ما يحدث. وأضافت إيلين مارتي أن سرعة الانفجار الداخلي تبلغ 1500 ميل في الساعة، نحو 2414 كيلومتر بالساعة. وصرحت إيلين مارتي قائلة: هؤلاء الأشخاص ماتوا، وهذا أمر مروع، لكنهم ماتوا بطريقة رحيمة، لم يدركوا حتى أنهم على وشك الموت. ومن أعجب مفارقات ومصادفات الغواصة المفقودة، ويندي زوجة ستوكتون راش الرئيس التنفيذي لأوشن جيتس المسؤول عن الغواصة تيتان وأحد ضحايا الكارثة، هي حفيدة رجل الأعمال إيسيدور ستراوس وزوجته إيدا، وهما من ضحايا سفينة تايتانيك، وقد تم تجسيد شخصيتهما في فيلم كاميرون الشهير فما هذه الصدفة الغريبة؟ هل انفجار الغواصة مخطط له مسبقا؟ العرافة اللبنانية المثيرة للجدل ليلى عبد اللطيف توقعت ما حدث مسبقا وقبل سنوات. أرى الأنظار ومعها الإعلام يتجهان إلى غواصة في البحر بسبب حدث مؤسف يجعل العالم يتأهب أمام حالات القلق والخوف. وفي نفس السياق، العالم يعود لاستماع أغنية تايتانيك لسيلين ديون. ارتفاع قياسي في عدد استماعات أغنية سيلين ديون بعد كارثة الغواصة تيتان. ارتفعت أرقام الاستماع الخاصة بأغنية سيلين ديون My Heart Will Go On التي غنتها خصيصا لفيلم تايتانيك الشهير عام 1997 بعد حادث الغواصة تيتان. وحققت أغنية سيلين ديون أرقام استماعات قياسية في ساعات قصيرة، وتحديدا منذ الخميس الماضي، حيث شغل مستمعي تطبيق سبوتيفاي الأغنية 522 ألف مرة، وما زالت الاستماعات مستمرة وفي تزايد واضح. ربطت تقارير صحفية ارتفاع عدد استماعات أغنية سيلين ديون بحادثة الغواصة تيتان التي انفجرت أثناء رحلتها لمشاهدة حطام سفينة تايتانيك الشهيرة. لنتعرف على الغواصة تيتان وأهم مواصفاتها. يمكن للغواصة تيتان أن تحمل 5 أشخاص. عرض الغواصة 2.5 متر وطولها 6.5 متر.
أقصى عمق يمكن للغواصة بلوغه هو 4000 متر. وزن الغواصة 10.4 طن، وأقصى سرعة يمكن للغواصة وصولها هو 3 عقدة، ما يساوي 5000 كيلومتر في الساعة. الغواصة تيتان مزودة بمصدر أكسجين لمدة 96 ساعة، وكذلك الغواصة مزودة بمصابيح خارجية وكاميرات وماسح ضوئي بالليزر للاستكشاف. وتتواصل الغواصة من خلال رسائل نصية ترسل ذهابا وإيابا إلى سفينة سطحية وأصوات أمان تبعث كل 15 دقيقة. ويشار إلى أن حطام سفينة تيتانيك هو على عمق 3800 متر، وغواصة تيتان يمكنها الوصول لعمق 4000 متر. تكلفة الإبحار من خلال الغواصة لمدة 8 أيام و6 إلى 8 ساعات في عمق البحر هو 250,000 دولار. قصة مأساوية لأصغر الركاب على الغواصة. بعد إعلان خفر السواحل الأمريكي مقتل الركاب ال5 على متن الغواصة تيتان في المحيط الأطلسي، أكدت عمة أصغر الركاب الذين كانوا على متن الغواصة أن ابن أخيها سليمان داوود البالغ من العمر 19 عاما كان خائفا جدا من هذه الرحلة. وقالت عمة سليمان داوود أن ابن أخيها تحدث عن شعوره بالرعب من الرحلة، لكنه قام بها إرضاء لوالده، خاصة أنها تزامنت مع عيد الأب الذي كان مهووسا بتيتانيك. رفض الذهاب، لكن والده قاده للموت بعدما اصطحبه رغما عنه. سليمان داوود وجد أن المغامرة داخل الغواصة هي الوسيلة الوحيدة لإرضاء والده، لكن في النهاية تلقى الأب والابن مصيرهما المحتوم. رجل الأعمال كريس انكتب له عمر جديد. صرح رجل الأعمال كريس براون أنه كان على وشك المشاركة في رحلة الغواصة تيتان التي غرقت في عمق البحر، وعثر على حطامها بعد أيام من البحث. أكد رجل الأعمال كريس أنه تراجع في اللحظة الأخيرة بسبب مخاوف تتعلق بسلامه. What you get for being luminous, jerks? Homer, look! A trap! السلام عليكم. في هذا الفيديو تنبؤات سيمسون تحققت. مسلسل سيمسون الكرتوني يتنبأ بحادثة الغواصة المفقودة. تفاصيل لا يصدقها العقل. هل كل شيء مخطط له مسبقا؟ شهدت الساعات الماضية قيام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بتداول بعض مقاطع الفيديو وصور لمسلسل ذا سيمسون، ويظهر في مقاطع الفيديو تفاصيل مشابهة لحادثة الغواصة المفقودة. حلقة ذا سيمسون التي بثت سنة 1998 تظهر قيام بطل المسلسل هومر بالغوص مع شخص ملياردير، وذلك لأعماق المحيط لمشاهدة حطام سفينة تيتانيك، لكنهم يضلوا طريقهم بالعودة ليقعوا في أحداث مرعبة مثل نقص الأكسجين من الغواصة لتتحطم الغواصة في النهاية. البعض يرى بأن المسلسل تنبأ بحادثة الغواصة تيتان، خصوصا أن هناك أب وابنه بين الركاب. الكل يتساءل هل ما يحدث مخطط له مسبقا؟ ليس المسلسل وحده من توقع حادثة الغواصة. وبخصوص المسلسل الكرتوني عائلة سيمسون، كعادته لا زال مسلسل عائلة سيمسون الأمريكي يثير الرعب والجدل، وخاصة بعد قيام المسلسل بالتنبؤ بعدد من الأحداث العالمية، وذلك قبل سنوات من وقوعها، مما أثار العديد من التساؤلات والجدل حول العالم، وذلك حول حقيقة أن أحداث المسلسل تقع بالفعل على أرض الواقع. الكل مندهش من حول قدرة المسلسل على التنبؤ بالمستقبل. أما عن آخر الأحداث التي تنبأ بها مسلسل عائلة سيمسون الأمريكي هو غزو روسيا لأوكرانيا، وكذلك تنبأ بأحداث 11 سبتمبر 2001، بالإضافة إلى انهيار الاقتصاد اليوناني وفساد الفيفا، وتنبأ بظهور فيروس كورونا وظهور أسماك القرش، وذلك في إحدى حلقات موسم عام 1993 قبل حوالي 27 عاما.
انتقادات كبيرة للشركة المصنعة للغواصة تيتان. من خلال فيديو نشرته الشركة المصنعة للغواصة سابقا، تبين من خلال الفيديو أن الغواصة لا تملك جهاز تحديد المواقع والتتبع، وليس لديها تصريح من أي جهة رسمية بخصوص الأمن والسلامة، كما أن الأكسجين لا يكفي فيها لوقت طويل، وأيضا باب الغواصة ينفتح فقط من الخارج وليس فيها نوافذ، ويمكن النظر للخارج فقط من خلال شاشة كمبيوتر. انتقادات كبيرة للشركة المصنعة للغواصة. الغواصة تفتقر لأجهزة السلامة. جولة داخل الغواصة المفقودة تيتان التي اختفت أمس أثناء قيامها برحلة استكشافية لحطام سفينة تيتانيك. الغواصة تيتان تعمل بذراع تحكم بالألعاب مخصص للأطفال، وليست مرخصة للغطس ومجهزة بمكونات بدائية. يتضح من هذه المشاهد المصورة داخل الغواصة تيتان المفقودة أن جهاز التحكم الخاص بالغواصة مشابه لأجهزة التحكم في البلاي ستيشن، كما أنها تفتقر لأجهزة السلامة ومصنعة بمعدات بدائية.